لما تركز في زيادة دخلك وزيادة مدخراتك واستثماراتك وتقلل من مصروفاتك، بتخلي اسلوب حياتك اسلوب مبسط، فبتقدر انك انت كل جنيه بتكسبه بتقدر توفر منه وبتقدر تدخر منه وبتقدر تستثمره. فكل مرة بيبدأ الموضوع معاك بيبقى بالتسلسل، اللي بتركز عليه في حياتك بيزيد. ان كنت انت بتركز انك انت تستثمر فلوسك، انك انت تعمل جمعيات وانك انت تدخر فلوسك في استثمارات، وكل مرة تتعلم في انك انت ازاي تطور دخلك وازاي تبسط المعيشة بتاعتك، فهنا بتقدر انك انت تبقى بعيد خالص عن الديون، تبقى بعيد خالص عن السلفة، بتبقى بعيد خالص عن الحاجات دي كلها. اجعل دخلك عامل زي العربية اللي ليها 4 عجلات، مش هتعرف تمشي بعجلة واحدة او باتنين او بتلاتة، تمشي بأربع عجلات، فيبقى عندك زيادة دخلك وزيادة مدخراتك وزيادة استثماراتك، وفي نفس الوقت التبسيط. تبسط اسلوب حياتك فتقدر انك انت تعيش حياة سلسة من خلال التبسيط، فبيقدر الموضوع معاك بيبقى ايه سلس. وده من اكمال فيديو صافي ثروتك، انك انت ازاي تبسط حياتك كده. يلا نهارك ابيض.